ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال، ودايما يا رب كده في احسن حال، وكل واحد عنده كرب ربنا يشيله من على قلبه يا رب، حق جاه النبي، ويشفي كل مريض، ويشفي امي، ويشفي امراض الدنيا كلها. تعالوا بقى اوريكم حبيب قلبي. خدوني صورة، خدوني صورة. حبيب قلبي، عايزه اقول لكم نفسي في محشي كرنب. الجو بدأ يسقع. النهارده ايه؟ النهارده الاربع اهو، النهارده الاربع بالليل. الجو بدأ يسقع. حلو قوي، حلو قوي. بتحب الشتاء؟ ما بحبش الشتاء، المهم بس الشتاء يعني ايه؟ يعني كرنب. نفسي رايحاله وهتجنن عليه. ماشي ماشي. عايزه اقول لكم كرنبيتين اهو. هتقولي لي دول متبهدلين وحالتهم ما يعلم بهم الا ربنا يخدي. هقول لكم معرفش بقى، لا ما لقيتش الا هما. وكنت جايه من عند ماما وقعدت اقول ايه، اجيب ولا ما اجيبش، اجيب ولا ما اجيبش. رحت قلت ايه، والله لا انا جايبه. يعني قلت ايه، ما انا لو ما جبتش مش هجيب، وانا مش عارفه اعمل اساسا اكل بسبب ماما. ربنا يشفيها يا رب. فقلت ايه، والله لا انا ايه، لا انا جايبه. رودينا تعالي. بصوا استنوا ثانيه. بصوا هاتولي بقى مهريه. اقول لكم بصوا دي اللي انا لقيته، اللي انا لقيته جبته. فمش مشكله. كانت عايزه تديني الواحده ب 20 جنيه. انا قلت لها ايه، قلت لها لا، انا هاخد الواحده ب 15 جنيه. قولوا لي نصحى ولا هبله؟ يعني خدت الاتنين دول كده ب 30 جنيه. ماشي. حلوين هم اكله وخلاص. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، ما حدش بياكل المحشي الكرنب ده الا انا ورودينا واحمد ابني. احنا التلاته. زين وباباه، يعني زين وباباهم ما بياكلوش الكرنب. بياكلوا ايه؟ بياكلوا ورق العنب. ترى هعمل لهم ورق عنب؟ والله ما عارفه. ولا اعمل لهم شويه ملوخيه وفراخ وخلاص ويحمد ربنا. والله العظيم ما عارفه. هما بقى هيزهقوني. انا عندي كده كده ورق عنب مفرزاه، بس بصراحه مش عايزه اقعد اسحب منه، اني سايباه رمضان. يعني سايبه الورق العنب لرمضان. عايزين ايه؟ ايه عايزه ايه؟ عايزه ايه يعني؟ تعملي ايه؟ اغسله طبعا. ايه؟ اغسله واخد شيء سكينه. لا خدي بقى وتعاملي هناك. خدي من هنا كده اهوت وتعاملي هناك. طب هنغسلهم ازاي؟ هناك. طب عايزين سكينه. ماشي اهو. بس ما تديش لازم السكينه ديت. ما انا مش هعمسها. خدي دي كده هو. طب كبير لي كده هو. خدي. يلا بينا. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا الفيديو دوت يعني السليق بقى والتقطيع، انا بفكر بصراحه يعني، مع اني تعبانه والله العظيم، وتعبت في الشقه ورحت عند ماما وكده وحاسه تعبت. بس اقول لكم على حاجه، والله العظيم نفسي اتعشى بحبه، يعني بحبه محشي من ده. فبصوا اقول لكم على حاجه، تكمله الفيديو بتاع المحشي دوت وسلق وتقطيع وكده، بصراحه ايه، هنزله على يوميات المزين. يعني ايه، على الصفحه بتاعتي التانية. هنزل لكم برضو الرابط بتاع الصفحه بتاعتي التانية على في التعليقات. يعني فاهمين ازاي؟ يعني هنزل لكم الصفحه بتاعتي التانية في التعليقات تحت. الرابط اللي حابب يخش اهلا وسهلا يجي، اللي مش حابب خلاص مش مشكله عادي. خليكم معايا على رودينا محمد برضه. انتوا فاهمين قصدي؟ بس انا قصدي يعني اللي حابب يشوفني يشوف طريقه بتاعتي. طبعا كلكم شاطرين وكلكم زي الفل وكلكم بتعملوا احسن مني، وانا ولا شيفه ولا بعمل اللي ما يعمل ولا اي شيء خالص. هو كل الموضوع ان انا بس ايه، كل شيخ وليه طريقه، يعني كل واحد وليه طريقه اكله، فاهميني؟ فممكن طريقه اكلك انت تكوني بتحطي تكايه كده اهو بتعجبني، وانا برضو نفس النظام وغيرنا نفس النظام. بس فهي ديت فكره الفيديو. لكن في الاول وفي الاخر، او مثلا ايه، انت مش عارفه سعر مثلا الكرنب، زي ما انا برضو جبت وانا ما اعرفش سعر الكرنب، فلما اسمع من حد واجي اجيبه اتنصح بقى وابقى عارفه انا جبته ايه، غالي رخيص، لا حلو مش حلو. بس اقول لكم على حاجه، بصوا الكرنبيه الورق لازق. بصوا انا حاطه ايه، حاطه حله الميه اهي، حله الميه اهي.
احط عليها شويه ملح وشويه كمون، واقوم ايه ما بسلقش جامد، انا يا دوبك بسقط واطلع. ف انا هقفل معاكم الفيديو لحد هنا اهوت. ماشي، هقفل معاكم الفيديو لحد ده هنا اهوت. واللي حابب يتفرج على الفيديو كامل هتلاقوه على يوميات ام زين في الرابط تحت. تمام. طبعا انا نفسي كنت اصور معاكم الفيديو من اول لاخره، كنت نفسي افتح معاكم بس انتوا زي ما انتوا شفتوا كده البث منيت بنيله بسبب النت عندي ضعيف جدا مش حلو وبيضايقني. فخلاص فخلاص بقى كنت نفسي يعني اقعد معاكم ندردش شويه، وكل واحد حابب يقول حاجه يقولها ونقعد كده ونعمل شويه حاجات. خلي بالكم لسه ما عملتش الكحك والبسكوت، انا موعدكم ان انا هعمله معاكم، بس مش هعرف اعمله في البث، هعمله معاكم بقى في الايه، هعمل لكم فيديو حلو كده اهو. نقعد كده اهوت برضو ايه. اللي حابب يبدا معايا في الكحك ممكن اكتب له واكتبوا لي وقولوا لي، اكتب لكم المقادير ووقت ما انا اجي اعمل تعملوا معايا. فاهميني؟ بصي الزين بدأ يعطس، ربنا يستر. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل شوية كرنب. عايزة اقول لكم ان انا بكلمكم اصلا والعيال نايمة وانا متغطية بالبطانية وبردينا، خلاص دخلنا في الشتاء. تعالوا بقى اقول لكم جبت ايه. جبت كرنبيتين. الكرنبة الست قالت لي ب20 جنيه، انا جبت الواحدة ب15 جنيه. قلت لها لا خليها ب15. قولوا لي انا كده ناصحة ولا هبلة؟ جبت الاتنين ب30 جنيه، بس بصراحة ما كانوش عاجبني قوي، بس انا كنت مضطرة ان انا اجيبهم علشان قلتي انا مش بعرف انزل تاني من بعد ما بنزل عند ماما وباجي، ربنا يشفيها ويشفي كل مريض. فقلت لو انا ما جبتهمش مش هجيب ومش هعمل، فعشان كده اضطريت ان انا اجيبهم. بوريكم ان انا حاطه حله الميه على النار عقبال ما اقطعها. انا لما باجي اعمل كرنب ما بحبش اعمل الكرنب الا بالطريقه ديت، اللي هو اسلك واحده واحده كده اهوت وابقى براحتي خالص وانا بسلق. ليه؟ علشان ما هقدرش من الايه من الكرنبايه. ماشي. عايزه اقول لكم ما شاء الله عملوا لي بصراحه، طلعوا لي ورق كتير برغم ان الكرنبيتين كانوا خفاف جدا وتحسوا ان هم صغيرين بس وكانوا حلوين. المهم حطيت شويه ملح، حطيت شويه كمون، وبدات انزل بكام ورقه كده اهوت، وبعد كده حطيتهم في الصينيه، وبعد كده ايه بدات ان انا اطلع. طبعا برضو اللي سهل عليا موضوع بصراحة المحشي دوت التخديعة يا جماعة، اقسم بالله ما في احلى من التفريزات ان انت تشيلي حاجتك في الفريزر، مش لازم تشيلي لحمة ولا فراخ. انا بكلمك انا والله العظيم الاكل ده كله اللي انتوا هتشوفوه في اخر الفيديو ولا عاملة لحمة ولا عاملة فراخ، وعاملاه بشوربة ماسورة. طبعا كله عارف الماسورة، ما باجي اجيب لحمة واقول له حط لي واحدة ماسورة معاك. بعشق الشوربه بتاعت المسرورة، بعشقها بالذات في المحشي والقلقاس والاكل دوت في السبانخ، بعشقها في الحاجات ديت. فبجيبها واقوم بعد ما اسلقها اخد بقى الشوربه بالنخاع دوت، احط في الكياس واحط في الفريزر واطلع الكيس على قد الاكل اللي انا عايزه اعمله. اعملوا كده اهوت ووفروا على نفسكم وسهلوا الدنيا عليكم. بصوا بقى كيس التخديعه انا طلعته من الفريزر اهو مجمد، هحط عليه كوبايه ميه وهحط شويه زيت واقوم سايباه على النار لما يفك مع نفسه كده اهوت. هبدا ان انا في الاخر خالص احط شوية ايه الملح والكمون وبهارات المحشي وكل التوابل اللي انت بتحبيها. وعندي كيس الخضرة برضو جاهز في الفريزر، كنت مفرزاه معاكم في الفيديو اللي قبل دوت، اللي حابب يخش يا دوبك الكيس بطلعه من الفريزر بحطه مع الصلصة ياخد غلوة، وبعد كده هو اطفي واسقط عليه الرز. بصوا الرز احمر وجميل ازاي. عايزه اقول لكم انا هلف معاكم صباعين وهقعد بقى الف مع نفسي. عايزه اقول لك وصلت لحد هنا حبيبه قلبي، بالله عليكي ما تكسري بخاطري وتعملي لي لايك حلو زيك، وتعملي لي اشتراك لو انت مش مشتركه، وفيديوهاتي ان شاء الله ان شاء الله هتعجبك. ولو حابه اعمل لك اي حاجه
طريقة، عايزاني اقولك على طريقة اكل جديدة، عايزاني اقولك على وصفة جديدة، عايزين بنتعلم من بعض. لكن انا ولا كاتبة الصفحة بتاعتي الشيفة ولا اي شيء خالص، انا كاتبة يوميات. يعني انا مش بعلمك الاكل، انا بوريكي انا الاكل اللي انا هعمله. تعالوا بقى اقول لكم انا ايه. عندي ابني الصغير وجوزي ما بيحبوش الكروم، فقلت اعمل لهم ورق عنب. بعد ما طلعت الورق عنب اللي انا مفرزاه معاكم وسلقته، جايه لسه بلفه، جه زين ابني راح قال لي يا ماما انت مين قالك ان انا عايز ورق عنب؟ انا عايز بومبار. نعم، صدمني بعد ما سلقته وبعد ما لفيت منه كام صابع كده. فقلت له خلاص تمام. اهي بصوا شوربة الماسورة، بصوا النخاع منها يخرج، خلى المحشي اقسم بالله زبدة، حطه في حتة تانية خالص. المهم رحت ايه، قلت له خلاص ماشي تمام، عشان الواد ده بالذات انا ما بقدرش عليه. حطيته في الفريزر ورحت مطلعه بومبار ورحت حشيه